السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. النهاردة يا جماعة صحينا الصبح على خبر محزن جدا جدا. الخبر ده وفاة الكابتن إبراهيم شيكابالا اللي كان بيلعب في صفوف نادي الزمالك. الراجل بصراحة أثناء فترة مرضه كان بيترجى جميع ما سابش جهة ما كلمهاش. وزارة الصحة، فنانين، ممثلين، نجوم سوشيال ميديا. ولكن يمكن اللي ساعد شوية على ان هو يتلقى علاجه او ياخد جرعات من العلاج ده ان هو زوجته بتتكلم على السوشيال ميديا ويعني وتستعطف الناس انها تقف مع ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك. في ناس بصراحة وقفت معاه ووقفت جنبه و يعني مفيش غير تقريبا الوحيد اللي وقف جنبه على حسب ما قيل، يعني ان الفنان تامر حسني. اما المجال الرياضي تقريبا كل اللي بيجي كان بيجي عشان خاطر يتصور ياخد لقطة. لان الراجل يعني في فترة كده كان هو حديث الساعة وحديث السوشيال ميديا. فكان عشان الناس بقت بالبلدي كده تاخد اللقطة وتركب الترند، كانت تروح تاخد لها صورة معاه، تعمل لها فيديو معاه، مش عارف ايه الكلام ده. انما بعد ما الدنيا هديت و... ومبقى يعني الموضوع خلاص بقى عادي، الناس طبعا بطلت انها تهتم بيه وتروح له الكلام ده وتسأل عليه. حتى نادي الزمالك ما وقفش جنبه، لا زمالك ولا اهلي ولا اسماعيلي ولا اي حد. الوحيد على حسب يعني تعليق زوجة الكابتن الراحل ابراهيم شيكا اللي وقف معاه هو الفنان تامر حسني. فسبحان الله الدنيا ملهاش امان. محدش دلوقتي كله اذا كان في قصة بتحصل او حدوتة او ايا كان، كله بيجي على اللقطة، كله بيحب ياخد اللقطة ويجري، كله بيجري ورا الترند. محدش بيقول يعني بيفكر ولو للحظة ان هو ممكن يكون مثلا مكانه في الموقف ده. الراجل كان ما خلاش حد ما يكلموش، ما فيش جهة ما خاطبهاش، محدش وقف جنبه، محدش ساعده، محدش سنده. مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى وزوجته. وظهر فجأة كده الفنان تامر حسني، ساعده ووقف معاه وكده. ولكن كدولة او اي حد زي ما قلنا قبل كده ما فيش حد. راجل النهاردة توفى وانتقل الى رحمة الله تعالى، وهو كان بيعاني من ربنا يحفظنا ويحفظكم من مرض الكانسر. فألف رحمة ونور عليه، وادعوا له بالرحمة والمغفرة، وربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين كافة عامة. انتظروني دايما في قناتكم قناة محمد كريم، كل جديد إن شاء الله أول بأول ولحظة بلحظة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.